حين قال يعقوب عليه السلام: وأخاف أن يأكله الذئب، فقد يوسف وفقد بصره. وحين قال: وأفوض أمري إلى الله، عاد يوسف وعاد بصره. لنفوض أمورنا إلى الله. رغم انقطاع الأسباب دعا زكريا ربه بالذرية الصالحة، وهو يعلم أنه بلغ من الكبر عتية واشتعل رأسه شيبة وكانت امرأته عاقر، فنادى ربه نداء خفيا فوهبه الله وليا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. لقد بشره الله بيحيى رغم انقطاع الأسباب. لا تتوقف عن الدعاء مهما ضعفت الأسباب، فأنت تسأل رب الأسباب. واعلم أنك ذات يوم سترى أثر كل دعوة كنت تلح بها على الله، فلا تيأس. الدعاء يغير القدر، الدعاء يرد القضاء، الدعاء يصنع المعجزات، الدعاء سهم الله الذي لا يخطئ، سيستجيب. إنه اليقين برب مجيب. لا يخلو أحد من ضغوطات الحياة، فنحن نعيش على أرض أعدت للبلاء ولم يسلم منه حتى الأنبياء. توكل على الله دائما وأبدا، وكن مطمئنا وواثقا في الله. اللهم يا من تسمع الأصوات وإن خفيت، وتقضي الحاجات وإن عظمت، وتجيب الدعوات وإن ثقلت، وتغفر الزلات وإن كثرت، نسألك أن تكسونا حلل السعد والمهابة، وأن تحفظنا من كل هم وكآبة، وأن تلهمنا الدعاء أوقات الإجابة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل عزيز علينا. اللهم